السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدا، وهي قرع العسل أو اليقطين. وصفة مفيدة مغذية وفيها فوائد كتيرة جدا. شايفين ده شكله يا جماعة؟ بيكون بالشكل دوت. أنا جبت حوالي نص كيلو من اليقطين أو قرع العسل. جبت منه جزء بالشكل دوت. أنا بحب أعمل جزء صابح صابح يبقى حلو وطازة زي ما هو. وبدأت ان انا اشيل الجزء اللي من فوق الطري ده اللي بيبقى فيه بذر من فوق. طبعا يا جماعه عايزه اوقف هنا واقول لكم على معلومه مهمه جدا: محدش يرمي البذر بتاع اليقطين دوت او بتاع قرع العسل، لان البذر ده مهم جدا وفيه فوائد كتيره جدا وبيشفي من امراض كتيره جدا. ان شاء الله هقول لكم، هعمل لكم حلقه مخصوصه عن فوائد بذر اليقطين. زي ما انتم شايفين انا خلاص شلت البذر وشلت الطبقه الطريه اللي من فوق. هبدا بقى اقطع الجزء اللي معايا دوت لشقق كده، كانك بالظبط بتقطعي اناناس او شهد او بطيخ. قطعته شقق كده بالشكل دوت، وهبدا بعد كده اشيل القشره اللي من ورا واقطعه مكعبات بالشكل دوت. تمام كده، انا هقطع كل الكميه اللي معايا مكعبات بالشكل دوت. شايفين القشره اللي من فوق بتتشال بكل سهوله. وزي ما قلت لكم انا هنا مستخدمه نص كيلو فقط من اليقطين او قرع العسل. تمام، قطعت كده معايا كل الكميه مكعبات بالشكل دوت. هنزل بقى عليها بحوالي معلقتين كبار من السكر. طبعا السكر ده هنا حسب الرغبه. حطيت معلقتين كبار وحطيته في التلاجة لحد تاني يوم عشان ينزل الميه بتاعته. زي ما انتوا شايفين اهو قرع العسل نزل الميه بتاعته. هنبدا بقى نحطه في حله كده على البوتاجاز ونشغل عليه. ما تحطيش عليه اي ميه من بره خالص. الميه اللي هو صفاها ديت هيستوي فيها وهيتستوي بكل سهوله ان شاء الله. خلاص كده انا حطيته بقى في الحله. هبدا اولع عليه على عين البوتاجاز الصغيره واوطي عليه لحد ما احس ان هو استوى خالص. وبعد كده لما احس ان هو اتهرى معايا هقفل عليه وابدا اجيب الهراسه بتاعه البطاطس وابدا اهرسه لحد ما يبقى قوامه خفيف جدا. وزي ما انتم شايفين اتهرس اهو بكل سهوله. بعد ما حسيت ان هو اتهرس هنزل عليه بحوالي نص كوبايه من اللبن وابدا اقلبه وادمجه فيه كويس جدا. وفي الوقت ده برضو كنت محضره معايا معلقه نشا مدوباها في معلقه ميه بارده من الحنفيه، ونزلت بيها كده على القرع العسل وبدات ان انا اقلبه كويس جدا لحد ما قوامه يتقل معايا ويتماسك. شايفين كده خلاص غلي معايا وبدأ يعمل كده بقليل زي ما انتوا شايفين. جبت طاجن بقى ونزلت عليه كده بالقرع العسل اللي احنا عملناه مع بعض. وبعد كده جبت معلقه سمنه كده او نص معلقه سمنه وبعدين حطيتها على وش القرع العسل من فوق. وزعتها كويس جدا وحطيته شويه تحت الشوايه. ودي كانت نتيجه قرع العسل اللي احنا عملناه مع بعض. طاجن جميل جدا، طعمه حاجه مختلفه، حاجه مغذيه، اكلات فعلا احنا نسينها مش مستفيدين بيها. من النهارده هتعمليه وهتجربيه مش هتبطلي تعمليه. انا عملته معاكم باسهل وابسط طريقه هتلاقيها في الدنيا كلها. بجد لو جربتيه مره اولادك وزوجك هيعشقوه مش هتبطلي تعمليه ابدا. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا وشكله يفتح النفس. حاجه كده حلوه مختلفه وجميله. تقدري بقى في الوقت دوت تقدميه بالشكل دوت، بس نصيحتي ليكي تحطيه في التلاجة شويه عشان يسقع، او ترشي على وشه كده مكسرات جوز هند زبيب سوداني مكسر اللي متوفر عندك، وتحطيه في التلاجة لمده ساعه او ساعتين ويتقدم وهو بارد ويتاكل بالمعلقه وبألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب يكون الوصفه بتاعتنا النهارده سهله وخفيفه على قلبكم. جربوا القرع العسل بطريقه مطبخ شوق. لو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل. مع السلامه.